بصي بقى، لو انتي ولادك بيطلبوا منك اكل المطاعم على طول وعايزين ياكلوا من مطاعم من بره، ومش عايزين ياكلوا اكل تقليدي اللي هو الرز والخضار والحاجات دي اللي احنا واخدين عليها من زمان، طبعا كل الولاد اللي في الجيل ده عايزين ياكلوا من بره على طول. انتي طبعا عايزه تعملي لهم اكل نضيف في البيت وبتكلفة قليلة وبدون كريمة طبخ. هنعمل الوصفة دي اللي هي شبيهة البيكاتا بالظبط من غير كريمة طبخ، وهتطلع أحلى من أي مطعم كمان وبطريقة اقتصادية وأنضف. احنا دلوقتي مفيش ميزانية نروح معلش كل يوم للمطاعم، ده كان زمان بقى. المهم أنا جايبة نص كيلو لحمة، خليت الجزار يقطعها لي، يا إما من عرق الفليتو، لو عندك عرق فليتو استخدمي منه، يا إما شرايح من وش الفخدة، يا اما من الستيك تخليه يجيب لك كده كام قطعه ستيك حسب الوزن اللي انت عايزاه، ويقطعهم لك شرايح بالشكل ده، شرايح طوليه زي الشاورما، زي تقطيعه الشاورما اللحمه بالظبط. تمام. بالنسبه للمشروم بقى، المشروم ده بقى حواراته كتير. الولاد كل ما يشتروه، كل ما اقول لهم اشتروا لي مشروم يطلع بايظ وارميه، لكن هو اليومين دول الحمد لله متوفر وكتير وسعره كويس. لا، في الصيف ما بيبقاش موجود خالص، هو تقريبا محصول شتوي يعني. وانت بتنقي المشروم نقيه الابيض ما يكونش فيه اي بقع، وما تغسليهوش، نضفيه بمنديل او بفوطه مطبخ تكون نضيفه جدا، مخصصه اكيد للاكل. ما تيجي تنقي المشروم، بصي الحته القطعه دي اللي تحت دي بتبقى لازقه في المشروم كده، تعرفي ان هو فريش. اما تبقى مفصوله عنها تعرفي ان هو قديم ومركون عند الخضري او في الهايبر، اي هايبر بتشتري فيه. لو لقيتي المشروم لونه فاتح وفريش وشكله حلو بالشكل ده، ما فيهوش بقع ولا اسود ولا غامق ولا مفصول من بعضه، تعرفي ان هو فريش وطازه. وده مش بيتفرز للاسف، هو بس انا ركنته عندي كام يوم كده في التلاجة على الرف. إيه ده، انا كنت جايباه احلى من كده كمان، هو مش بيتفرز يعني، لازم تجيبيه تعمليه في نفس اليوم او تاني يوم. انا قطعته شرايح سميكه كده ونضفته كله بالمناديل عشان مش عايزاه يتهري وانا بسويه. نعمل بقى المش بوتيتو او بطاطس بيوري زي ما بناكلها في المطعم اياه بالظبط. انا هعمل بطاطسية واحده بس بالحجم ده، قشرتها وقطعتها شرايح كده سميكه، وكل اللي هعمله ان انا هسلقها في شويه ميه وملح، هسلقها سلق كامل في شويه ميه وملح. تمام، مش اكتر من كده. انا حطيت لها يعتبر ربع معلقه ملح، مش هحط ملح تاني، هو الملح اللي حطيته هنا كفايه. اتسلقت، اخدها بقى وهي سخنه، وهي سخنه جدا علشان تدوب وتبقى كريميه وتشرب الزبده واللبن. وهي سخنه خدتها حطيتها في الكبه مع معلقه زبده وربع كوب لبن. لو عايزه قوامها يكون الماش بوتيتو يكون جامد عن ما انا عاملاه كده او تقيل، ما تحطيش لبن غير معلقه واحده بس. انا هنا حطيت ربع كوبايه لبن عشان اعملها للولاد زي ما بناكلها من بره، كانت كريميه وطعمها تحفه زي دي بالظبط. تحسي ان هي كريمه يعني، الوهله الاولى لما تشوفيها تحسي ان هي كريمه، متبقيش عارفه تحددي، مش هتعرفي اصلا ديت بطاطس بيوريه. لو عايزاها القوام تقيل او سميك شويه ما تحطيش غير معلقه لبن واحده بس. كده البيوريه جاهزه معانا، يلا نعمل بقى ايه، نسوي اللحمه بتاعتنا. عايزه اقولك مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده، وما خدتش وقت خالص. عندك طاسه كاست ايرون او حديد زهر استخدميها، ما عندكيش هاتي ووك او اي صينيه او اي طاسه عندك وسخنيها كويس جدا جدا بقطعه زبده كبيره او معلقه كبيره سمنه او ربع كوبايه زيت، اي ماده دهنيه انت بتفضلي. اهم حاجه ان الطاسه تكون على النار وسخنه كويس جدا. انا ولعت عليها قبل ما انزل عليها اللحمه ربع ساعه، لازم تكون سخنه جدا. ليه بقى؟ لان لما انزل اللحمه مش عايزاها تجيب ميه، انا عايزاها تاخد تشويحه حلوه في الاول، مش عايزاها تجيب ميه خالص. بصي انا حسيت ان الماده الدهنيه قليله فزودتها شويه. وانتي بتنزلي اللحمه افرديها فرد في قلب الصينيه، ما تحطهاش كلها كده فوق بعض وتسيبيها، لا انا فردتها كده في الصينيه عشان ما تبقاش فوق بعضها وما تجيبش ميه، وسبتها 5 دقايق على نار متوسطه، 5 دقايق على نار متوسطه. بعد كده حسيت ان هي ابتدت كده تلون من تحت، حطيت لها شويه ملح وفلفل مش اكتر من كده، شعرة ملح خفيفه خالص وشويه فلفل اسود. بعد بقى ما خدت صدمه من تحت كده وخدت طبقه حلوه، هبتدي اقلبها في الوقت ده. عايزاها كلها تاخد نفس اللون على نار متوسطه. خلي بالك ان الطاسه او الصينيه او الوك تكون سخنه جدا. بعد ما اللحمه اتشوحت وخدت كلها نفس اللون ودخلت في التسويه،
هي ما استوتش سوا كامل، هي دخلت في التسوية لسه سواها مع المشروم والبصل والحاجات الجميلة اللي هننكه بيها اللحمة. محضرة هنا ايه بقى؟ بصلاية متوسطة مفرومة فرم ناعم، فرم ناعم جدا، مفرومة بس مش مبشورة. هشوح بقى البصلاية كده في نفس المادة الدهنية عشان تاخد الطعم من اللحمة، ويبقى الصوص بتاعنا خطير زي ما بناكله من بره بالظبط. اقسم بالله الولاد قالوا لي زي ما اكلناها من بره بالظبط. شوحي بقى البصلايه كده كويس، مش تحمير، تشويح. ماشي، تشويح. بعد كده هنزل عليها بايه بقى؟ فصين توم يكونوا مفرومين ناعم. خلي بالك من نقطة الملح. ماشي. إيه المشروم طبعا مقطعناه، انا يعني قصدي ان انا اقطعه شرايح سميكة كده على اساس يستوي شوية مع اللحمة ما يتهريش. لو عايزاه دايب خالص قطعيه شرايح رفيعة جدا، هيبقى مع الصوص كده دايب يعني زي ما انت عايزة. اهم حاجة ان البصل يكون تقطيعته ناعمة جدا بس ما يكونش مبشور. معلقة دقيق بقى، معلقة واحدة بس كبيرة دقيق عشان تتقل الصوص معانا. هشوحها كده مع الحاجات الجميلة بتاعتي دي. ماشي. بعد كده هنزل بايه بقى؟ كوباية لبن ومعاه معلقة كبيرة قشطة. طبعا ما عندناش كريمة طبخ، كريمة الطبخ دلوقتي غالية جدا، مش عارفة في المطاعم بيستخدموها دلوقتي ولا لأ. انا بستبدلها بكوباية لبن ومعلقة قشطة من وش اللبن، اي قشطة عندي. معايا بقى كده باكت مرقة فورية دوبته في فنجان مية صغير ونزلت بيه على اللحمة بتاعتي. بص بقى الجمال وبص الروعة. اهم حاجة بقى بعد الخطوة دي هتنزلي باللحمة وتغطي عليها وتسيبيها تكمل تسويتها وتشرب من الصوص وتتنكه، وكل الحاجات دي تاخد النكهة الحلوة من اللحمة ومن التحميرة بتاعتنا. غطيها وسيبيها على نار هادية 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. انا حسيت انها محتاجة لبن فزودت كمان ربع كوباية لبن. في الخطوة دي بقى ما عملتش اي حاجة، انا غطيتها وسبتها على نار هادية بحيث اللحمة تستوي وتاخد طعم من الصوص وكل الحاجات دي تستوي مع بعضها وتتمكس كده مع بعضها. مش عايزة احكي لك على الجمال وعلى الروعة. عايزة اقول لك بعد الخطوة دي انا ضفت معلقة صويا صوص فغمقت الصوص معايا شوية. لو لاحظتي ان هو من شوية على البوتاجاز كان غامق، هنا كده خيال قال لي يا بنت ما تضيفي معلقة صويا صوص. هي غمقت الصوص شويه، فدي حاجه ترجع لك. عايزه الصوص لونه حلو زي ما وريتهولك من شويه في نص الفيديو. تمام. عايزه تغمقيه، لو بتاكليه من بره غامق عايزه تغمقيه حطي معلقه واحده بس صويا صوص. بس يا ستي عملنا اكل المطاعم في البيت، قدمناه مع رز ابيض، هو بيتقدم بره معكرونه فيوتوتشيني بس اللي انت عايزاه يعني.